تعال اقول لك في 30 ثانيه ازاي في فرق كبير بين باند 5 وباند 8 في السبيك. والغريب انها مش في عدد الجمل انما في الطريقه. السلام عليكم، انا احمد مكاوي، IGCSE انجلش انستراكتور. خليني اوضح لك الفرق ما بين باند 5 ستودنت وباند 8 ستودنت. 3 خطوات بس. باند 5 ستودنت بيجاوب جمل قصيره ما فيهاش اي تفاصيل، زي مثلا I like football it is fun. كمان نبره صوته ثابته ما فيهاش اي انتونيشن، وبرضه بيقف كتير وهو بيتكلم ومش واثق في نفسه. انما بقى باند 8 ستودنت بيجاوب بجمل كامله وفيها كل التفاصيل، زي مثلا I enjoy playing football because it helps me staying fit. Moreover, it is a great way to spend time with friends. صوته فيه انتونيشن واضحه، وكمان كلامه منظم. بيستخدم فوكابلري متنوعه ولينكينج ووردز. وعشان توصل لباند 8 لازم تتكلم بكل التفاصيل، وكمان تكون نبره صوتك واضحه وقويه ومفيش فيها اي قلق. وكمان لازم تتدرب على السبيكنج يوميا وتراجع ماركينج كرايتيريا، ده هيغير مستواك تماما. واحسن طريقه تتدرب بيها على السبيكنج يوميا، مثال بسيط عليها، انك تبدا تشرح كل اللي حصل في يومك لنفسك بالانجلش وتتكلم قدام المرايه، وكمان تتعلم من اخطائك وتصححها. ده هيزود ثقتك بنفسك ويخليك عندك قدره اكتر على الكلام وتتكلم بدون قلق. ولو مهتمين تعرفوا اكتر عن الاي جي انجلش تابعوني هنا، كل فيديو هيكون فيه تيبس سهله وواضحه تساعد اولادكم يحققوا اعلى سكور في الانجلش. وخلي البدايه صح عشان النتيجه تفرق.